هتكلم معاكم في الفيديو ده عن مسلسل بالطو اللي اثار جدل كتير قوي على السوشيال ميديا، واللي الناس كتير متابعاه، خاصة الدكاترة، لانهم هم اكتر ناس حاسين بالمعاناة اللي بطل المسلسل واقع فيها، لانهم مروا بكل المراحل دي من البداية. بس هتكلم تحديدا عن موقف اللي حصل من دكتور سنان وبطل المسلسل دكتور عاطف ده مدير الوحدة، والمشهد اللي احنا شفناه في الصورة ديت ان دكتور السنان بيثبته على كرسي ويهدده وعلشان ما يعملش عليه مدير يعني. مش جاي انتقد المسلسل، انا مش ناقد سينمائي، انا جاي في الفيديو ده اقول لحضرتك حاجه ما اتقالتش في فيديوهات كتير. انا مش جاي اخد مجرد ان احنا بنلعب على الترند، انا جاي اقول لك انت لو اتحطيت في المكان ده، سواء حضرتك بقى دكتور سنان. القناه دي اصلا موجهه لاطباء الاسنان. عجبني المسلسل ده ان هو ماشي مع معاناه الطبيب البشري المكلف في بدايه حياته، وانا هتكلم ان شاء الله في الفيديو ده عن الناحيه الاداريه، او انك سيطرتك على المكان كمدير، سواء كنت بشري او صيدلي او اسنان. المعرض اي دكتور مش لازم يكون بشري هو مدير الوحده او مدير المكان، ممكن يكون اي تخصص تاني. فاغلبنا طبعا شاف المشهد ده في الحلقه الثالثه تقريبا من المسلسل بالطو، وفي من حضراتكم اللي بيتفرجوا على الفيديو ده اطباء لسه تعيين جديد وخايف يحصل له حاجه زي كده، ولسه راح مقبل على التكليف، او هو حتى لو بيشوف الفيديو ده هو لسه في امتياز قال يا نهار ابيض انا ممكن يحصل لي كده. هو اكيد عارف وسمع من زمايله الاكبر منه. ده وارد في اي مكان وفي وايا كان سنك وايا كان مرحلتك العمريه. طبعا مع التقدم بالسن بيحصل خبره في الحياه. بس طبعا انا في البدايه مش لاقي حد يقول لي كل الهاشتاجز بتاعت المسلسل على تويتر او يوتيوب او ايا كان المنصه او فيسبوك بيتكلموا ان هو مسلسل ترند، ان هو احنا بنتابع حاجه عايشينها في الواقع، وان الممثل ده بيجسد دور الدكتور بطريقه رهيبه جدا كانه دكتور فعلا. بس محدش يتكلم ازاي اتعامل او اعمل ايه لو حصل لي موقف زي ده، ازاي اتلافاه، ولو حصل فعلا كتب عليكم القتال وهو شر لكم اعمل ايه. اول حاجه انت شفت المشهد ده طبعا وعايز تعرف انا ازاي اتعامل مع الناس زي دي، او انا ممكن اتعرض لموقف زي ده فعلا. طب انا ازاي احمي نفسي؟ طب ازاي اتجنب اساسا ان انا يحصل لي حاجه زي كده؟ القاعده رقم واحد: بلاش من اول يوم تخش تعمل فيها مدير. انت داخل اي مكان جديد، سواء كنت مدير او تعيين جديد في المكان، ايا كان الرول بتاعك او الدور بتاعك، او ايا كان الوظيفه، سواء كنت طبيب اول، طبيب تاني، دكتور سنان، علاج طبيعي، صيدلي، ما تخشش المكان كده تصطدم بالناس، ما تخشش تنظر على الناس، ما تخشش تقول ايه القرف اللي انت بتعمله ده، ما تخشش تقول وروني شغلكم. سواء انت داخل زمايلك في صيدليه، زمايلك في عياده اسنان، او حتى انت مدير المكان، ما تخشش تعمل من اول يوم بقى انا داخل المدير وداخل الف على الناس كلها وبص وريني ورقك زي ما حصل في المسلسل وانا جاي اتابع وانا جاي. هو خد كلام الراجل الكاتب اللي هو الطرشوخي دوت كده مصمت وينفذه زي ما هو بالحرف. ما تجيش كده طبعا. هو طبعا ده كان في سياق الدراما، بس احنا بنتكلم عن نقطة ان انت ما تعرفش حد اصلا، ما ينفعش تخش الناس ما تعرفهمش وانت احدث واحد في المكان سنا طبعا. حتى لو كنت انت المدير بتاعهم، ما تخشش تنظر عليهم او تصحح لهم حاجة انت اصلا مش فاهم فيها. ما تخشش تتابع حاجة انت ما تفهمهاش. ما تخشش كده بطولك. فدي اول غلطة وقع فيها الدكتور عاطف. امال اعمل ايه يعني؟ اعمل شغلك الروتيني خالص. لو كنت طبيب الوحده او مدير الوحده، شغلك في عيادتك طبعا الاساسي. لو كنت دكتور سنان برضه في عياده الاسنان. لو كنت صيدلي او علاج طبيعي في المكان بتاعك صيدليه، او في عياده العلاج الطبيعي. فانت ما تعرضش نفسك من اول يوم في المكان ان انت تخش تنظر على الناس وتقول لهم وروني ورقكم، وروني شغلكم، عايز اتابع، وروني دفتر العياده، وروني التذاكر، شغلكم عامل ازاي. ازاي دي الحاجه محطوطه في حته فلانيه، ازاي مش تابعين قواعد الانفكشن كنترول اللي احنا عرفناها. اوعى تتكلم في حاجه زي كده خالص. انت في وحده صحيه، مش شغال في بنك. واحده واحده هتعرف كل حاجه بعد. رقم اتنين: وانت شغال في عيادتك او في المكان بتاعك، خليك مستمع. عارف انت مكان زمان كان في حاجه اسمها طفل مستمع في المكان، او في الحضانه او في المدرسه. انت نفس القصه. انت جاي جديد على المكان، خليك مستمع. يعني ايه مستمع؟ يعني متفرج، مشاهد. ما تشاركش في حاجه، ما تتدخلش في حاجه قوي. خليك كده بس ايه، قاعد راقب الناس من بعيد لبعيد. وخليك شخصيه مبهمه. بما انك هتراقب فانت ما بتتكلمش كتير، خليك كتاب مقفول،
ما تبقاش شخصيه مفتوحه، الناس عارفه عنك كل حاجه من الاول. ما تبقاش طيب زياده عن اللزوم او شرس زياده عن اللزوم بطريقه مبالغ فيها. لا طيب بطريقه مبالغ فيها ولا شرس بطريقه مبالغ فيها. ما تخليش الناس فاهمينك. حتى انت بالشخصيه الاساسيه ما تتكلمش كتير، كلامك هو قليل كده، على الاقل اول يومين ثلاثه، لحد ما انت حتى تبدا تعرف الناس اللي حواليك. هيبان لك بقى الطيب الوحش، هيبان. هتلاقي الناس بدات تظهر على السطح. هتلاقي ناس بتقرب منك، ودول نوعين. هم ناس في ناس منهم ودودين طيبين فعلا لاخلاقهم، في ناس تانية منافقين عايزين يتملقوا للمدير او عايزين يشوفوا ميتك يعني. ودول بقى ايه، على وشين كده يعني. لو انت وحش هيبقوا هم معاك لان هم بيحبوا جنب الوحش. لو انت حلو هيحاولوا يوصلوا ليك برضو علشان يبقوا كسبوا المدير، عشان يظبطوا امورهم ويشوفوا سكتهم برضو بره، عشان يقدر يتعامل ويخرج بره المكان بحريه وسلاسه. لازم يقرب من المدير. فانت الناس ديت برضو هيبقى انت عندك كده ايه، عندك الرؤيه مش واضحه ان الشخصين، ان الصنفين دول هيبقوا قريبين من بعض شويه. انت هتسمع كلام حلو من ده وكلام حلو من ده. الحلو اللي هو الطيب فعلا، والوحش برضه. فانت لسه الامور ضبابيه عندك، فما تاخدش ما تحكمش على ده ولا ده من اول لقطه. رقم ثلاثة، ودي نقطه مهمه جدا. انت كطبيب اكيد انت بتستلم تكليفك، وده اللي ما حصلش في المسلسل يعني عشان سياق الدراما. هتمر على مديريه واداره صحيه قبل ما تستلم في الوحده الصحيه، اللي هي اصغر يونت او اصغر حاجه في المنظومه. فانت مش بتروح على طول كده على الوحده الصحيه مباشر. فبالتالي هتعدي على اقل حاجه الاداره الصحيه، هتقابل مدير الاداره او حتى وكيل وقائي او حتى وكيل نائب المدير. يبقى انت في دكتور كده هتلاقيه مسمع في المكان ان هو بيساعد. خد رقم تليفون، تواصل معاه. حد هتلاقيه كبير في سن، كباره كده، او حد ذو ثقل، ولا سيما لو كان مدير اداره او وكيل وقائي واللي هو مسؤول عن الوحدات الصحيه. تقدر تتواصل معاه، تكلمه عن مشاكلك. انا قابلني ظرف كذا يا دكتور، اعمل ايه؟ انت لسه برضه جديد، لسه متعين جديد، ما تعرفش حاجه. اكيد هيساعدك، اكيد هيبقى سبورت ليك. ما تبقاش بطولك كده داخل المكان بتخبط وما انتش عارف ايه الاساسيات، ما تعرفش ايه الاداريات، او ايه اعمل ايه، اتصرف ايه مع تصريح الدفن، او اتصرف ازاي مع مكتب الصحه، اتصرف ازاي مع التطعيمات، اتصرف ازاي مع التمريض، مع الاطباء تحت ايدك. فئات كتير في الوحده. لو معكش سبورت من الاداره، حد تتواصل معاه تكلمه، هيبقى الموضوع صعب عليك. النقطه الرابعه، انت خلاص خدت بنصيحه عم طرشوخ الكاتب وعاوز تمر. ما تمرش استف، ما تمرش بقى واحد كده ساكت كده وماشي، تقوم ماسك الدفتر فاتح مقلب فيه دفتر العياده او تذاكر، او تقول لها او تقول للممرضه وريني شغلك، او تقول لدكتوره الصيدليه وريني الدفتر بتاع الصيدليه، او دكتور العياده وريني دفتر العياده. الكلام ده مش كويس خالص، هيتضايقوا منك جدا. وانت مش جاي مفتش عليهم، انت جاي مدير مكان. الاداره انك تكون قائد. مش عارف تبقى قائد، خليك انسان فريندلي ودود معاهم. مش لازم ان انت مش معنى انك مدير انك تقفش عليهم. احنا مش نقفش حراميه، احنا مش بنحاول نطلع غلطات وسلبيات من المكان بتاعنا. ده مكانك، انت اعتبره بيتك. هل ينفع انت تطلع غلطات في بيتك؟ اكيد لا. انت بس عايز توجه ولادك او اطفالك للطريق الصح. فانت بالتالي زي ما قلنا، انت عملت سبورت من الاداره، عرفت الصح فين من الغلط على قد ما تقدر، واحده بواحده، موقف بموقف. مش لازم تاخد كل التدريب، او التدريب الكامل على الاداره، او التدريب، لان ده ما بيحصلش. بس انت كل ما يحصل موقف مع الخبره اتعلم، اغلط، مفيش مشكله خالص، بس اتعلم من الغلط. المهم ان انت وانت بتمر، مر بطريقه فريندلي. صباح الخير يا دكتور فلان، ازيك يا مس فلان، عامله ايه، اخبارك، لو تعرف ازاي ابنك عامل ايه، لو عندها ابن مريض ولا حاجه لا قدر الله. ازيك يا دكتور فلان، عامل ايه، ايه اخبارك، الدنيا فاضيه عندكم ليه النهارده كده، انا اول مره اخد بالي، فين بقت الدكاتره. فريندلي بحيث ايه، يقربوا منك شويه. الكلام ده بعد ما قعدت كام يوم طبعا ايه بتراقب، وهيوصل لك كلام، هتعرف من الشرس، من الشخصيه المجنونه، من الشخصيه الطيبه فعلا اللي تصاحبه، من الهادي، من اللي بيتغيب عن العمل بصفه مستمره، من اللي منفض للدنيا كلها، ومين اللي قلبه على الشغل وبيخاف عليه. بتبقى طبيعة شخصيات، انك بتدير بشر، مش مش مجرد انت معاك عقدة مخزن كراسي وسراير واوض فاضية، او اثاث طبي، او اجهزة حتى. انت معاك بشر مختلفين جدا. عندك عامل، عندك فئة تمريض، في موظفين كتبة،
مكتب صحة، فني إحصاء، عندك فنيين معمل، عندك لو تخش بقى اطلع أطباء، في صيدلي، في أسنان، في ممكن يكون بشري تحت إيدك كمان طبيب تاني. وممكن يكون العدد كمان أعداد كبيرة، ممكن تكون في وحدة في حوالي 20 دكتور سنان ومثلا 12 دكتور صيدلي. هتعمل ايه؟ انت بتتعامل مع كل واحد من دول له طبع معين، كل واحد من دول جاي من بيئة معينة، كل واحد من دول مختلف عن زميله، تربية وبيئة مختلفة. فانت مش مجرد بتتعامل مع حاجات قواعد ثابتة، في مرونة، في طريق في طريقة للتعامل. هنعرف هنعرفها دلوقتي. النقطة الأخيرة، قلنا فرضا انت نازل بقى ويعني عشان تتلافى برضه ان يحصل لك حاجة زي كده وانت ماشي خلاص فريندلي مع الناس، بلاش تنزل تمر على مكان لوحدك. انت نازل او جاي من عيادتك، مش لازم يكون انت نازل يعني نازل من الدور الثاني، يعني عياده الدكتور مش دايما في الدور الثاني، ممكن في وحدات صغيره. عياده الدكتور الوحده كلها دور ارضي، العيادات جنب بعض. عياده طبيب الوحده جنب الصيدليه جنب عياده الاسنان. فانت عدى عليهم صبح عليهم كده فريندلي، ما تمشيش لوحدك. لو معاك حاجتك كاتب، ممرضه، رئيس تمريض، ما- عشان فرضا موقف زي ده حد محتقد منك حاجه، حد اصلا انسان عنده غل او انسان مجنون بطبعه ومسمع في وحده، ما تخشوش مكان لوحدك، مكان مقفول كده. ما تخشش مكان لوحدك، تعرض نفسك موقف زي اللي حصل في المسلسل ده. يعني الدكتور كان غلطه كبيره جدا ان هو ما نازل بيمر على الناس وداخل لوحده، طبعا بقلة خبره خالص، ودخل المكان ويفتح الدفتر ويقول لها كذا، ويستنى الممرضه كمان تخش تسال الدكتور تقول له لحظة واحدة. وبالتالي غلطة إن هو دخل. هو طبعا عشان سياق الدراما وحبكة درامية ما ينفعش إنك تخش مكان لوحدك لو أنت ما تعرفش اللي فيه. إزاي هو ما يعرفش واحد أول مرة يتعامل معاه ومدخله كده لوحده جوه أوضة مقفولة، وعن شاف كمان المريض مأمن على كرسي الأسنان، أكيد لازم يقلق. اخرج على طول، ما تسيبش نفسك في موقف زي ده تتحط فيه. خد بالك. هنعرف بقى في الجزء التاني من الفيديو إزاي أنت لو اتحطيت خلاص في الموقف ده، كتب عليكم القتال وهو شر لكم. طبعا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، دي كملة الآية. أعمل إيه بقى لو أنا خلاص اتحطيت في الموقف ده لا محاله واتثبت وحصل لي زي ما حصل للدكتور عاطف؟ اولا خلينا متفقين ان انت قعدت فتره عما بدات تنزل تمر او قعدت تنزل تعدي لوحدك. خلينا متفقين برضو انت هتتلافى ان انت تنزل لوحدك، بس خلاص احنا ايه، دخل قدر ان انا كده دخلت وحد ايه خلاص جايب اخره، هو راجل مجنون او حد مجنون ايا كان بقى ايه الوظيفه بتاعته. ممكن يكون كاتب، عامل، واحد مخنوق من الدنيا، ظروف الوضع الاقتصادي بتاعه بايظ، دنيا بايظه معاه في كل حته، فهو عايز يطلع غله فيك انت بقى. دخلت له مكان لوحدك قدرا. فانت اولا انت لازم الفتره اللي انت عدت فيها ديت بنيت تصور ولو مبدئي عن كل واحد في الوحده بالتعامل. هتلاقي واحد دايما ايه، عايز يزوق، عايز يستأذن، عايز يمشي، واحد دايما بيجي متأخر، واحد دايما عايز يمشي بدري، واحد دايما معروف ان هو بيختفي من الوحده كتير، دايما قاعد بره في اي مكان، ممكن يكون كافيتيريا او قهوه قريبه من الوحده. فانت بتعرف الناس. ده تصور مبدئي، عشان كده قلت لك في الاول انتظر، اقعد مستمع. افتكر المثل بتاع ان انت الطفل المستمع في المدرسه او في الحضانه. انت اقعد متفرج، شاهد، اتفرج كده من بعيد وراقب، من غير ما تعرفهم ان انت مراقب الدنيا، بس انت بتقعد ساكت كده وهادي. اي مشكله بتسمع عندك على طول، اي حاجه بتسمع عليك. هتلاقي في ناس كده زي ما قلت لك بيحبوا يحكوا، هتلاقي واحد جاي دكتور فلان، يا اخي ده حاجه صعبه، او واحد قاعد معاك كده بظروفها بيحكي معاك وبيشرب شاي. الممرضه ديت دايما بتتحجج بالمشاكل اللي عندها دايما. يا اخي دايما يا دكتور، الممرضه دي دايما يا دكتور عامل ليها حاجات كتير، كل شويه تقول انا عندي فلان مات، فلان تعبان، حاجات كتير عشان تزوغ من الوحده. ده فلان ده مسنود ومحدش عارف ايه يوصل له وبيغيب كده بالايام. شفت؟ هتلاقي مشاكل كتير في الوحده. حاول تعمل مع كل مشكله بالراحه صدر رحب. هتلاقي في ناس كتير متفقه على واحد، فانت لو عرفت ان الواحد ده ناس كتير متفقه عليه ان هو مهمل متسيب، راجل، حد مجنون، ايا كان بقى هو ايه، في فئه الاطباء، تمريض، فئه الاطباء او الفنيين او الكتبه او الموظفين او العمال، انت بتبدا تحط عليه فوكس. حطه تحت الفوكس كده، خليه دايما قدام عينيك. ده وجه عليه فوكس وخليه تحت عينيك. اي مشكله معاه حطها كده ايه
ستفها حسب درجة المشكلة وحسب الأثر اللي سايبه من المشكلة أو الضرر اللي حصل من المشكلة. ممكن توصل إنك تعمل مذكرة وترفعها لمدير الإدارة، جمع مشاكله كل مذكرة أول بأول حسب حسب درجة المشكلة اللي عملها. كل الموضوع ما كان أسوأ طبعا أول بأول كل ما حد يشتكي منه قول لا اكتب مذكرة أمضيك عليها واختمها وارفعها لمدير الإدارة. واحدة واحدة جمع له مذكرات تتعرض على الشؤون القانونية، مدير الإدارة بيعرضها على الشؤون القانونية. أنت كده بتأمن نفسك، أنت نبهت الإدارة إن في عندي عنصر خطر، واحد عامل قلق في المكان، عشان ما يحصلش مشاكل منه بعدين يرجعوا يقولوا أنت ليه ما اتكلمتش يا دكتور. ما تبقاش سلبي، ما تسيبش الدنيا لما تبوظ عندك خالص للآخر. حد حد مصدر قلق أو خطر أو عنصر عامل قلق في الوحدة، لا أنت تخلص منه أحسن. حد زي ده ما يتسابش من أول يوم كده يرخم زي ما شفنا في المسلسل على الصيدلانية، ويضايق فلان ويخلي الممرضة تسمع كلامه وياخد فلوس من الوحدة. ده عنده بلاوي، عنده بلاوي. بس طبعا ده هيجي بالوقت، احنا قلنا مش من أول يوم هتخش تقفش على الناس أو تخنق عليهم أو تقول لهم أنتوا بتعملوا كده ليه. أنت واحدة واحدة هتعرف، واحدة واحدة هتعرف من رئيس التمريض، من الكاتب، من أي حد مخلص. أكيد في كل مكان في حد مخلص وقلبه على المكان وقلبه على الشغل وماشي بما يرضي الله. خليك مع الناس دي، ستف ورق له شؤون قانونية كتير، ابعت لمدير إدارة، عرف أو وكيل الوقائي عندك في الإدارة أو المدير المباشر عندك في الإدارة، قول له عندي في عنصر ده عامل قلق. حتى لو بالتليفون عرفه الأول، أي مشكلة تحصل من أي زميل له يقوم مسمى على طول مذكرة تمضي عليها وختم الوحدة وتبعتها للإدارة الصحية. ما تسيبش الأمور كده إيه، إن اللي طايح طايح واللي هادي هادي واللي ولو حد خايف أو جبان نيجي عليه عادي. لا، الإنسان اللي مش كويس أو الطايح ده أخلاقيا لا نتعامل معاه. ولو حصل زي ما حصل مع الدكتور عاطف ده لما دخل المكان وفعلا حصل، اول ما اصلا حصل ان هو طلع الراجل بره وسيبك انت لوحده، تقلق، لازم تقلق، يا تخرج على طول يا اما لو قعدك على غصب عنك تقوم تقاومه. لازم تقاوم، مفيش حاجه اسمها اقعد كده ويثبتني ويكتفني في الكرسي ويعمل العمال دي. ولو فرضا كل ده حصل، هو بقى ايه، جيت بقى زي الدكتور سنان اللي شفناه ده، مع ان احنا والله كيوت والله فهو حصل خلاص قدرا كده ان انت اتكتفت وبتاع، ما تسكتش على حقك، زعق، علي صوتك، قاومه بكل شده وشاهد عليه الناس. اكيد الناس هتيجي جري، شاهد عليه الناس واكتب مذكره وما تنزلش عنها. شؤون قانونيه، نيابه اداريه، ما تنزلش عن حقك. يقول لك بقى تصالحوا يا دكتور ومش عارف ايه وانتوا اخوات اوعى تتنازل. حد زي ده لو شافك طيب وتنازل هيعملها، يكررها حتى لو ساب الوحده، ومش هيكررها مع حد تاني غيرك. اوعى تتنازل عن حقك في حاجه زي كده. الشخصيات اللي زي ديت شخصيات مرضيه، انسان مريض لازم تتعامل معاه. هو ممكن يكون دكتور بس هو مريض فعلا، مريض نفسيا، خارجه، دماغه تعبانه، بيتعامل بانه هو شخص انا امشي بدراعي كده يعني في المكان. يا رب يكون الفيديو وصل فايده لحضراتكم لو مدير جديد او تكليف جديد في مكان جديد. لو في اي تعليق عندك او اي حاجه عايز تعلق عليها اكتب لي في كومنت تحت. شكرا للمتابعه، السلام عليكم.